يسمي الله إلا أنه يأكل مع الشيطان، يصلي لكنه يستمع لصوت فيروز في كل ركعة. تناقضات كريستيانو رونالدو لا تنتهي في السعودية. عند كل مرة ينتظر فيها الجميع لينطق الشهادتين يعود بحركة لا أخلاقية تخيب كل الظنون. قبل فترة سجدة كريستيانو رونالدو تكتسح السوشيال ميديا. تلك كانت صفعة قوية يوجهها الضون للغرب بسبب التأثير الذي يتمتع به حول العالم. أيضا عند دخوله مقر التدريبات يلقي تحية الإسلام. كذلك عندما ينفذ ركلة جزاء يدعي البعض أنه ينطق حروف البسملة. بالرغم من ذلك تظهر على كريستيانو رونالدو بعض السلوكيات السيئة والأفعال التي تخدش بالحياء، كمن يدعي الإسلام وينتمي للمسيحية. كريستيانو يوجه للغرب صفعة مزيفة ويوجه أضعافها للعرب. ما يفعله البرتغالي من تناقضات يستحيي مسيلم الكذاب أن يفعلها. نعم، أنتم في حضرة المؤمن العاهر كريستيانو رونالدو.